12 الظهر بتوقيت جرينتش، والذهب فتح عند 4586، ودي كانت ادنى نقطه النهارده، واعلى نقطه جبناها 4640، وشغالين دلوقتي في المنطقه من 4625 ل 4635 بالقرب من اعلى نقطه. دلوقتي اللي شغال السوق الاوروبي، كمان ساعتين عندنا بيانات امريكيه هامه، مؤشر اسعار المنتجين، وعندنا مبيعات التجزئه الامريكيه. مؤشر اسعار المنتجين او البي بي اي ده مؤشر بيقيس الاسعار اللي بيشتري بيها المنتجين المواد الخام بتاعتهم. مثال، لو المنتجين اشتروا الشهر اللي فات بضاعه ب 1000 دولار وجم الشهر ده اشتروها ب 1100 دولار، معنى كده ان في تضخم بنسبه 10%، والزياده ال 10% ال 100 دولار دي المنتجين بيحملوها على المستهلك النهائي. فده بيبقى اشاره للفيدرالي ان الاسعار زايده، فبالتالي هيثبت الفايده. ولو المنتجين اشتروا حاجات الشهر اللي فات ب 1000 دولار واشتروها الشهر ده ب 900 دولار، معنى كده ان الاسعار بتنكمش والاسعار بتقل، فبالتالي ده مدخل الى الركود، وبالتالي الفيدرالي هنا يقدر يخفض الفايده. يبقى اذا مؤشر اسعار المنتجين احد المؤشرات القياديه اللي بيعتمد عليها الفيدرالي معدل التضخم، والتضخم هو معدل التغير في الاسعار. نفس الكلام في مبيعات التجزئه، لو المواطن الامريكي بيشتري حاجات ب 1000 دولار اشتراها الشهر ده هي ب 1100، يبقى في زياده 10%. عشان كده البيانات دي هتحدد اداء الذهب الكام ساعه اللي جايين. قلت لك ان السوق الامريكي بقاله يومين ماشي عكس السوق الاسترالي والسوق الاسيوي، يعني هم يطلعوا الاسعار وهو ينزل اسعار. قلت لك طبعا ان السوق الامريكي مع السوق الاوروبي دول بياخدوا البيانات الاقتصاديه مع اي توترات جيوسياسيه واخبار الفيدرالي، ويبتدوا يحددوا مسار الذهب الفتره اللي جايه. هحدث على مدار الساعات القادمه بعد البيانات.